سلام حبيبتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير في أتم الصحة بإذن الله. حبيبتي اليوم حبيت نتقاسم معكم سر صلصة الطماطم اللي تجي ناعمة ما فيها لا قشور لا جلفة وما تحسيهاش في لسانك، وكذلك راح نعطيكم طريقة مجربة للاحتفاظ بها خارج المجمد. لهذا ما تزبيش بعيد وقعدي حتى تشوفي الفيديو حتى آخر خطوة وتدي المعلومة، لأن الطريقة راها مجربة. هنا الزوج الكريم جاب لي طماطش كما كنت تشوفوا صندوق، درت هاد لا كونتيتي غسلتها وراني هنايا نقلع هذاك الشابو تاعها الفوقاني والحاجه اللي تكون عاصيه ولا تكون بيكيه ولا خامجه، والباقي نقصه ونديرها في الاشوار باش هنايا نطحنها. ومن بعد نجيب مرميطه او اي حاجه تكون ثقيله عندك وحطي فيها. هنايا غادي نطحن نبقى نحط فيها حتى تتعمر. هنا راح تقولي لي علاش مشيتي طحنتيها في الاول؟ اكيد هنايا هذا هو السر الاول نتاع الطوماطيش نتاعنا، ما تجيش فيها القشره ولا الجلفه في فمك. هنايا بعد ما طحنتها وكامل كما كنتوا تشوفوا درت زوج مرميطات، كل وحده كما هذه هنايا التاليه، هذه اللي حليتها راها نقصت يعني من الماء نتاعها، والاخرى تاني راها عادة تطبخ. هنا واش درت لها 6 فصوص هكا تاع توم مع شويه نتاع ملح، ومره على مره رايحه نخلطها باش ما تلصقليش لتحت ونشوف لا تكستور تاعها. بعد ما طابت شويه ونقصت من هذاك الماء نتاعها، راكم تشوفوا هنا جبت عاود بغا ميكسور وراني نطحنها كما كنت تشوفوا، نطحنها بيان باش تجي رطبه وليس وتجي بزاف شابه. هاد الطريقه البنات راني معتمدتها، يعني جربتها وشفت نتيجه ايجابيه. من قبل كنت نقص الطماطم ونديرها هكا طيب نعاود نطحنها بالميكسور بصح تجيني الجلفه فيها، يعني هكا تكون في البيتزا ولا اي حاجه تشوفي ديك الجلفه وتجيك في فمك تغبنك. هنايا عاود رديتها بعد ما طحنتها بالميكسور. هنايا راني نضيف لها اضافات، ضفت لها الملح، شويه سكر، فلفل اسود، الرند، وكذلك فلفل احمر. تحبيو تضيفوا هنايا نتوما مثلا قزبر معدنوس هكا باش تنسمو، زعتره اي حاجه، او زعفران او كركم باش تعطيكم هذاك اللون كي ديريها فوق البيتزا زعما تقدروا ديروها. انا لا درتها غير هكا نسمتها غير شويه باش كيما نقولوا كي نبغي نجبد نديرها تكون متعدده الاستعمالات، ما نديرهاش فقط البيتزا. انا مداري نديرها البيتزا، ولكن هاد المره كي شفت لا كونتيتي كبيره قلت كي نبغي نجبد ونضيف لها كاضافات اخرى ولا نديرها في وسط الاكل تاعنا هنايا نتلقاها واجده. لهذا اغتنموا الفرصة كي تكون الطماطم عندكم ولا تلقاوها رخيصة وشروها. شوفوا البنات كي بعد ما طحنتها وردتها الغاز تبخات وكامل، شوفوا بعد ما بردت تجي لا تكستور تاعها ثقيله رطبه شابه ما شاء الله. نتوما تبقاو تذوقوا في يعني منها كي تبقى طيب تضيفوا لها الملح الا كان خاصكم، ولا كانت حامضه ضيفوا لها السكر. هنا جبت هاد لي غوبلي وراني نعمر فيهم. هنايا هذه الطريقه نديرها في المجمد كي نبغي نجبد، كي نبغي يعني نحتاج نجبد مورسو تاع غوبلي ونستعملها. هنا بالنسبه للطريقه الثانيه، هنايا نجيب قارورات كما كنتوا تشوفوا الغلاقه تاعها تحديد. من الاحسن نخليهم واحد 10 دقائق تتبخ، يعني تتعقم، وخليهم يبردوا. هنايا كي هذه الطريقه انا درت كان عندي غير هذيك الزاجه البوقال باش نوريكم، وعندي هذا البوقال تاع البلاستيك، ولكن من الاحسن يكون الغلاقه نتاعها والغطاء نتاعها تحديد كما حكيت لكم. هنايا بعد ما طبخوا كامل عقمتهم قلبتهم قطروا بردوا، واكيد صلصه الطماطم بارده، وراني نعمر هنايا في القارورات نتاعي. هنا بعد ما نعمرهم البنات نبلعها ونعاود نردها لهذاك الماء اللي كانوا طبخوا فيه، ولكن كما نقولوا دايره، يعني الغلاقه كما نقولوا هذيك الغلاقه تشوف للتحت تتبخ واحد 10 دقائق تاني، نعاود نقلعها من الفوق ونخليها تقطر في هذيك الطرشونه. يعني هذه هي الطريقه. انا مشى لي هذاك المقطع تاع الفيديو، نتوما من الاحسن قلت لكم
كي تتبخ عمروها، عاودوا ديروا الغلاقه، بلعوها، عاودوا ردوها مقلوبه فوق الماء، تتبخ شويه، عاود خرجوها من الماء. من بعد يعني تقدروا تحتفظوا بها خارج الثلاجه اذا كان الجو بارد. وكذلك اذا كان الجو معليش يعني الحمان كيما دروك، تدخلوها في وسط الثلاجه، كي تبغي تجبدي داك البقال تاعك. شرحت لكم باش تفهموني. والباقي طحنته لانه احنا في الغرب لا بليبار نستعملوا الطماطم، غير فقط درتها في الميكسور ورفتها كي نبغي نحتاج نجبد. حنايا في الغرب نستعملوا بزاف المراقي حمر وكامل، لهذا خليتها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا والطريقه عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش لايك وابوني اكيد. واذا عندك طريقه اخرى ماذا بيا يعني تخليها لنا في التعليقات باش نستفادوا كامل.